يلا نعمل سوا الرز اللي قدمته مع الشيش، وبنفس الوقت رح نحكي كيف يطلع معنا رز نثري لا مخبص ولا مرزرز لأي نوع رز حابين تعملوه. أول شي نقعت كاستين رز بسمتي بمي مع رشة صغيرة ملح لمدة نص ساعة، وبطنجرة حطيت بصلة مفرومة ناعم، قلبتهم لحد ما دبلت، وجهزت بهارات ربع معلقة صغيرة من الثوم والزنجبيل والكركم والكاري، ومعلقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج. حطيتهم مع بعض وأضفتهم على البصلة لما دبلت وقلبتهم سوا. بهاي المرحلة ممكن أضيف جزرة مبشورة بتطلع كمان كتير زاكي الرز، دايما بضيفها كنت قبل، ونص كاسة بازيلا ومعلقتين كبار كاتشب. بيعطي هالكاتشب ما بيبين بس بيعطي طعم كتير زاكي للرز. بقلبهم مع بعض وبضيف الرز بعد ما صفيته وبقلبه معاهم لياخد كل البهارات، ومعلقتين صغار ملح. كل كاسة رز دايما إلها معلقة صغيرة مسح ملح. بقلبهم سوا وبضيف المي بضيفها بدون عيار، أنا بحس إنه بيطلع كتير رز طيب إنه يكون ارتفاع المي فوق الرز تقريبا 2 سم. بحط المعلقة هيك لحد ما أشوف إنه تقريبا ربع المعلقة مغطية المي. بخليه على نار عالية لحد ما ينشف على الآخر. بعدين بوطي النار وبحط حديدة وبخليه نص ساعة لحد ما يستوي الرز، وبيطلع معنا رز نثري ومرتب ومفلفل صح. وهيك بيكون جاهز الرز، وصحتين وعافية.